يا مساء الهنا والسعادة على كل اخواتي وكل حبايبي اللي في الدنيا. يا رب دايما تكونوا في اتم صحة وفي احسن حال. لو اول مرة تشوفوني فانا ايمي، يا ريت تنوروني باللايكات والكومنتات اللي زي القمر. النهاردة باذن الله هنعمل مع بعض الجبنة القريش بكل سهولة في البيت. والنهاردة كده هقول لكم على طريقة سهلة وبسيطة تخلي الجبنة معاكي اول حاجة كده معايا في المقادير 4 كيلو من اللبن. وفي الوصفة دي مهم جدا تشتري اللبن من مكان مضمون. واهم حاجة في الخطوة دي او في اللبن او في الجبنة او في اي حاجة ممكن نعمل منها جبنة او زبدة، ان اللبن ما يكونش متضاف عليه مية. لان اللبن لو متضاف عليه مية هتلاقي ان الوصفة فشلت منك. على 4 كيلو من اللبن حطيت معلقتين من الملح، وطبعا الملح على حسب ما انت عايزة. انا بحب ملحها خفيف فبحط معلقتين. هسيبها كده، المفروض اسيبها في الجو الساقعة دي 4 ليالي وهتبقى معايا مظبوطة. للاسف انا سبتها 7 ليالي وبرضو القشطه ما كانتش راضيه تربط معايا، وكمان الرايب كان خفيف جدا. طب ايه السبب؟ السبب ان اللبن متضاف عليه ميه. للاسف النهارده غيرت المكان اللي انا اشتريت منه اللبن، فشكله كده ربنا يصلح حال الراجل ضايف عليه ميه. في حاله ان اللبن متضاف عليه ميه كتير هتلاقي ان القشطه بتاعتك خفيفة جدا ومش راضية تربط معاكي ومش جامدة كده وتطلعيها بكل سهولة. وهتلاقي ان معاكي الرايب مش متماسك قوي، بياخد معاكي وقت قوي، مش هيطلع معاكي جبنة كتير. اهم حاجة في الجبنة القريش يا جماعة نختار المكان اللي هنشتري منه اللبن. شايفين مش عارفة اسميها ايه، زي ما تقولوا كده بولات بتبقى معمولة من البلاستيك بيتعمل فيها الجبنة القريش. انا كنت جايباها معايا من الصعيد، يعني لما كنت في سوهاج اشتريتها الواحدة كانت عاملة 2 جنيه. بتوفر معايا المفروض ال4 كيلو لبن يطلعوا معايا 2 كيلو جبنة او اكتر كمان، يعني قول 2.5. بس للاسف زي ما قلت لكم ان اللبن ده كان متضاف ميه كتير فما طلعش معايا جبنه كتير. بعد ما ضفته بعد كده ما ضفته في البولات اللي انا مشتريها دي اللي هي عباره عن بولات بلاستيك، بسيبها يومين وهنلاقي كده ان الجبنه طلعت كل الشرش اللي فيها والميه اللي فيها وبقت جامده معايا ومتماسكه. طيب في حالة انك انتي دقتي الجبنة ولقيتيها عدمة معاكي، هتبدأي كده ترشي عليها رشة من الملح وتسيبيها كده لمدة ساعتين، هتلاقي ان الجبنة اتشربت معاكي الملح وبقت مظبوطة. وكده الجبنة هتبقى معاكي جاهزة انك تاكليها بألف هنا. وطبعا الجبنة على سحور رمضان ما نقدرش نستغنى عنها، مش بنضيف منفعة، مش بنضيف اي حاجة، بنضيف اللبن وتحط عليه ملح ونسيبه 4 ليالي هنلقاه معانا ربط معانا كويس جدا. بنشيل الوش وكمان بنبدأ نضيف الرايب بتاعنا في البولات وبيبقى جاهز بألف هنا وشفا.